مبسوطين جوه نادي الزمالك. انا ما بتكلمش على المبسوطين بره نادي الزمالك. المبسوطين بره نادي الزمالك دول انا فاهم مبسوطين ليه. اللي جوه النادي الزمالك مبسوطين على ايه؟ ايه اللي يبسط في النادي؟ ايه اللي بيجرى في النادي عظيم؟ ايه المؤامره اللي معموله على الزمالك؟ يعني دايما يقول لك مؤامره ايه؟ ده احنا المؤامره، ده احنا قلب المؤامره من جوه. احنا ايه مؤامرتنا؟ ايه اللي بيتعمل؟ انت حد مسؤول ان انت ما بتجيبش مدرب؟ تقول له طب يلا ده، يقول لك لا مش ده، هنعمل لجنه. طب اللجنه نعملها، لا مش لجنه. طب هي ايه؟ اقول لكم ايه هي الفوضى؟ ان النادي يتحول الى خرابه، وهذا هو الامر الان. يا تلحقوه يا ما تلحقوهوش، والله ما فارق معايا هتعملوا ايه. ما هو خلاص، ما هو بقاش يعني المساله مش في ايدينا، المساله مش في ايدينا. فشوفوا هتعملوا ايه وقولوا لنا. بس انه يتساب كده هذا امر يعني بصراحه لا احسبه تعمدا قد ما هو سيبوه يقع. ودوشه بقى ومشاكل. ما اي حد تكلمه يقول لك اصل دوشه بقى ومشاكل. طيب خلاص سيبوه يقع. دوشه بقى ومشاكل اما يخلص خالص. انتوا عارفين في حاجات كده يسيبوها لما تتهد خالص، يعني اما تاكل نفسها بنفسها وبعدين خلاص. يعني مدرب الزمالك اللي عمل الماتش ده قال لهم عيب عليكم الخساره بالثلاثه. ايه عيب عليهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ده لعيب، ده لعيب، ده لعيب مش عارف حاجه، مش شايف حاجه في النادي، مش شايف رئيس، مش شايف مدرب، مش شايف مرتب، مش شايف اي حاجه. بص وش اللعيب. انت عندك احسن لعيبه في مصر، احسن لعيبه في مصر، لكن في حد قال لك ايه؟ دعه يسقط، دعه يموت. ربنا بقى يعني يتولاه برحمته ونقرا عليه الفاتحه كده او مش مهم مين، 1 2 3 مدرب كذا، لعيبه جديده كذا، فلوس هنجيبها بالطريقه الفلانيه، هنعمل كذا. نركز يا جماعه، نركز في النادي، نركز في اللي بيجراله. انما الحاله ديت ان ده نادي للخناقه، نادي للمشاكل، نادي. فيديو ناري مع عمرو اديب يعلنها الشعيرة يا جدعان في كل مكان عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا متابعة في القناة والاشتراك. فافتحوا الفيديو وفرجوا على عمرو اديب.